الكونكشن هنا وحش قوي. انتوا عندكم واي فاي؟ كويس. محمد عايزين الواي فاي يا محمد. تعالي. انا بحاول ادور على واي فاي عشان تشوفوا كل التفاصيل. من غير خناق بس، عشان انا عارفه في ناس كتير قوي هتتضايق دلوقتي. محمد بصوا يا جماعه، اختصارا للموضوع كده، انا قررت اغير لون شعري، مش قوي عشان انا عارفه ان في ناس هيعملوا دلوقتي كوارث في الكومنتات. انا عارفه والله، انا عارفه انكم بتحبوا شعري الغامق، وانا برضو مش هلعب قوي في اللون، بس يعني حاسه انه عايزه اغير شويه، زهقت. فيعني طول عمري كان نفسي يبقى بني غامق، يعني بني فاتح في غامق. انا شعري فيه شويه حاجات، يعني بصوا هتلاقوا حتى اللونين دول مختلفين عن بعض. anyways انا دلوقتي قررت ان انا اغير لون شعري شويه، مش كتير، وفكرت انه اعمله بني غامق، بس يبقى الاسود لسه موجود. بصوا هي حاجه جديده كده، من غير تفتيح، من غير سحب لون، من غير اي حاجه. هي صبغه معموله مخصوص للهايلايت للشعر او لللو لايت يعني، وللشعر الطبيعي اللي مش مسبوغ. وانا شعري ما اتصبغش قبل كده، ده لونه طبيعي الحمد لله. فيعني ارجو املة ان الموضوع ان شاء الله يطلع لطيف واللون يطلع حلو. ويعني عمر النهارده هو المسؤول قدامي عن الكارثه دي اهو، ولو شعري طلع وحش انا عارفه عنوان بيته، هيضربوني انا عارفه عنوان بيته، وعارفه هو بيشتغل فين، بدليل ان انا قاعده بعمل شعري دلوقتي عنده، ويعني هيتعامل معاه صح ان شاء الله. عايزاكم بقى تفضلوا معانا كده على اللايف شويه. هنوريكم كده احنا بنعمل ايه. هو دلوقتي بيكربج، يعني بياخد فصل اهو من الشعر. هو دلوقتي بيكربج الشعر عشان مش هنخفض كل الشعر، يعني احنا هناخد بس الكميه تقريبا 65% 70% من الشعر كله، وهنحافظ على اللون الغامق الاسود الموجود، بس هيبقى اسود بني. يعني كانك مثلا عملتي ايه، عارفين الصن ان، مش اسمه صن ان، اسمه ايه، صن ان بيتحط في الشعر، اللي هو اللي عامل زي ميه الاكسجين ده اللي بيتحط في الشعر، حاجه كده تقريبا اسمها صن ان. انا تقريبا فاكره اذا كان اسمه صن ان او حاجه تانية. كان بيتحط كده في البحر، واحنا في البحر بيدي كده زي خصل فتحه شويه في الشعر. anyways احنا دلوقتي بنعمل اهو الحاجات دي، والشعر المفروض انه هيتفتح شويه، وهوريكم النتيجه في الاخر بقى. ف كل ده عشان نحافظ الشعر الطبيعي، علشان ما نجهدش الشعر جدا. هطمنكم على النتيجه اول ما هخلص، مش عايزه حد يقفش عليا عشان هغير لون شعري، بس يعني انا حاسه ان انا كده هبقى حاسه احساس الطف. خليكم معانا في الكومنتس كده، واستنوني كده نص ساعه هطلع لكم لايف تاني. باي باي.